دول عم تكتشف طرق جديدة لتقنين الوقود. مو عارفانين نحن بسوريا ختمنا اللعبة من زمان. اشو السيري؟ تابعوا الفيديو لتعرفوا القصة. بعد ارتفاع اسعار الطاقة بلشت الدول تلمس على راسها وبلشت تعمل شوية اجراءات لحتى تقلل من استهلاك الطاقة. يعني بالمشرمحة تقنين. نحن من اليوم لازم نبلش بنظام تقنين، فهمانين؟ حرفيا هاي الجملة يلي السوريين ختموها من زمان، وتوقع لكم بكرة الدول يجوا ياخذوا من عنا بعض الافكار ويطبقوها عندهم مشان استهلاك الوقود. تعالوا أعدلكم اشو الاجراءات وانتم احكوا لي اذا صار بسوريا من قبل ولا لا. القيود على امدادات الوقود للمركبات، يعني على مبدأ البطاقة الذكي ورسالة البنزين اللي كانت تعل قلب الواحد لحتى توصل. الإغلاق المبكر للمحلات التجارية، يعني لازم تسكر قبل 9، وهذا النظام عنا يا من قبل ما يخترعوا لنا كلمة تقنين. استخدام الدرج بدل المصعد، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة. هون جيتوا على باء حياتنا. المصعد نحن هيك معتبرينه مو موجود، وهي إذا كان شغال لأنه دائما معطل. وبالنسبة لوسائل النقل نحن من يومنا بنمشي على اجرينا. إيقاف الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين. هذا الموضوع نو كومنت، أنا عندي مالي علاقة، انتو اكتبوا بالتعليقات. اعتماد نظام عمل 4 أيام بالأسبوع، هذا قرار ما كان رسمي الله وكيلكم، لأنه العطل عنا على قفا من يشيل. والأخيرة بدكم تعذروني فيها، ما تم تطبيق عنا بسبب النت الخارق يلي موجود، وهي اعتماد جزء من الأونلاين بالعمل والاجتماعات والمدارس والجامعات. هلأ صار وقت تخبروني، كان معي حق إنه هي التقنينات ببعض الدول هي حياة طبيعية للسوريين ولا لا؟